مع وزارة العدل أنها تكون 7 حالات كل ساعة. 7 حالات كل ساعة؟ هذا رقم كبير. كبير جدا. يعني 7 حالات كل ساعة هذا رقم كبير جدا. الأسبوع اللي فات جتني 3 حالات خلع. الأسبوع اللي فات بس. كم؟ 3 حالات خلع. وأنا موقف القضايا عشان عندي بزنس قاعد أشتغل. تجيك حالات من هالنوع خلع؟ خلع. واحدة منهم تقول باخذ حريتي، خوياتي يطلعون كل يوم البوليفارد بروح معهم، زوجي ناشب لي. هذا سبب للطلاق؟ أول حاجة اللي عندنا السبب هو الوازع الديني، الوازع الديني خف، والرسول عليه الصلاة والسلام نعم. لكن المشكلتنا اللي نواجهها أن الخوات صار عندهم يبغون اللي يشوفون في التواصل الاجتماعي، وهذا أنا أقول غير صحيح. حياة مادية، يبحثون عن الحياة المادية. تبغى حب، تبغى سفريات، تبغى وهي تسافر تعجب، بس انها تبغى تعيش شيء بالخيال. هذا اللي من ويخببون لها. او الان طلع عندنا نسبة كبيرة، مع احترامي انا هذه مداخلة خاصة، من موضوع اللي يسمونه في المسمى السوقي اللزلز، اللي هو النساء اللي يحبوا النساء، فصاروا يخببون النساء كثير انهم يسترجلوا على ازواجهم وينفصلوا. دقيقة، ويعشقوا بعض. لازم تتكلم عن المثلية الجنسية. النساء مع بعضهم. النساء مع النساء. ايوه. حتى النساء صار يخببن عن النساء بزواجهن عشان تنفصل من زوجها وتصير صديقتها. اكثر من الرجال. اكثر من الرجال. النساء اكثر من الرجال يخببون. انت عشت حالة من هالنوع؟ حالات. هو محامي اكيد عنده حالات بيشوف اللي جاء. محامي لا، وفي مكان عملي ايضا لاحظت الحاجات ذي كثيره. ايوه، انه في بنات كثيره يجوا يدعوا بنات طلقي وفتك، طلقي وارتاحي، تعالي عشان تصدقها وتصير حبيبتها. هذا الهدف؟ هذا الهدف، وبشكل صريح كذا جدا. انا والله يعني ضاع الكلام صراحه جدا. يعني واحده جايه تطلب الطلاق، تقول انا زميلاتي جروب مطلقات وابغى اسافر مع زميلاتي، يقولون لا لازم تكوني مطلقه. وزوجها بالعكس متميز معه وطلبت الطلاق عشان تكون مع الجروب هذا. يعني انا افهم انه صراحه رجل يخبب على امراه زين، ولو انه مبدأه يعني كله مبدأ غير سليم، لكن امراه على امراه جدا والله. واكثر من الرجال اللي يخببون. يمكن الرجال يخببون نسبه، في بعضهم نسبه صادقه يبغى يتزوجها، انا اعتبره صادق مع انه التخبيب محرم. النساء لا، يخببون على بعض، امشي نروح نسافر برا ناخذ راحتنا، امشي عندنا شقه ماخذينها خاصه فينا نجتمع فيها البنات، امشي احنا عندنا سهرات، عندنا كذا عندنا كذا. احنا امامنا قوس خطر حقيقه، لابد ان اليوم يعلق الجرس في هذا الامر. احنا نتكلم عن نواة مجتمع. الزواج هو من يؤسس هذا المجتمع. اذا فسد الزواج اليوم فسد المجتمع. للاسف يعني انا صعقت امانه من حديث الاستاذ فهد اليوم أن التخبيب تجاوز مراحل علاقة الرجل والأنثى إلى علاقة الأنثى والأنثى. نسأل الله السلامة. ختام يا هلا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.